نقطة على السطر. والله ما في الآن اسمع على طارق. ما في عشان ما يقول كيف تقول كلام جميل يا خالد أنا محايد، لا أنا عبد الله تقول كلام جميل ولا أنا اتفاقي. أنا عارف الشيء هذا، وأنت في مصلحتك في الأول والأخير إنك تصل الحقيقة. اتفضل. عبر النقاش اللي يدور بيني وبين الزملاء. اتفضل. ما يقول الخالد أرجع لك في الحلقة الأولى قلت أنت إيش مشكلتك مع اسم خالد البلطان؟ ما انت قاعد تحل مشاكل، ما لك مشاكلي يا اخي حسن. لا يا اخي انت الان قاعد تخلق مشاكل. خالد انت مصنع للمشاكل يا ابو عنان، انت مصنع المشاكل. تحدثت هل احنا طلبنا الاتفاق يفتحون الباب؟ يا اخي يعني يقول كيف يتجرى الاتفاق انه يتعادل يا اخي؟ هذا مو كتاب منزل، هذا واحد يغرد. هو ما عضو مجلس اداره ولا رسمي، هذا مجرد محب وعاشق للاتفاق ومشجع وصوره نازله بالشال وفي المدرجات. هذا نحترم الاتفاق يا اخي. يكفي شرفا انه ابن عبد الله الدبل رائد من رواد الرياضه السعوديه، وهذا الرجل يقسم بالله، هذا يقسم الرجل يا اخوي يقسم يا اخوي، هذا مو كتاب منزل، هذا تويتر. افهم يا اخوي. وانت يا ابو عنان هذا تويتر، ممكن اي واحد يكتب ويحلف هل هو صادق ام لا نعرفه. لو عبد الله معلش عبد الله اقسم بالله ما ذكرته هو الصحيح. انا الان احلف لك. هذا ما هو زين دقيقه. انا اللي حاضر ليس نقلا، لان ما شفت انا خالد الدبل موجود. الرجل ايش المصلحه؟ انا ما اعرف. وبعدين انت الان شوف علمك من اسقاطات ذكرت انه مشاكل كثيره. خالد البلطان في ميزه. اسمعي فني يا خالد. خالد البلطان في ميزه، لا يرضى ان احد يدوس طرف لنادي الشباب. اسمع من حقه. اسمع ابو عنان، اسمع خليه يكمل. شوف انا سكت. لا انا اضمن لك انا سكت بعد ما طردتني اسكت لشيء واحد. يعني لا ارضى بالاسقاطات. لا شك. زين كمل حديثك ولا يتكلم خالد قاضي الا بعد ان تنتهي. كمل. اسمع خالد الكلام مش لك. الكلام لا الكلام مو ما سكت. انت الكلام مش لك خالد. تفضل. انت اصلا يعني معليش لا تستطرد خالد. كمل. طيب عفوا حتى اعلمك تكتيك خالد القاضي. فاهم. لا تعطي استفهامات، اسرد على اساس لا يسحب عندك في الجواب. خش قول رايك. لكن انا في النهايه احترم اللي اكبر مني مهما كان حتى لو خالفني. فانا اتمنى منه ان يحترم هالمبدا اللي عندي هذا. تفضل. هذا اللي نقصده. تحدث على يعني اسقط وذكر انه البلطان عنده مشاكل مع نادي فلان مع نادي فلان. استاذي البلطان او الاستاذ خالد البلطان، انت ما حبيت تقول الاستاذ خالد البلطان، ارقى بكثير من انه يتعمد احداث مشاكل مع الفرق الاخرى او مع ادارات او مع جماهير. هذه واحده. الامر الثاني دائما يطالب وينافح لحقوق ناديه ولجماهيره ولاعبينه، ولا يرضى بان احد يتعدى او يتجاوز الخطوط الحمراء. اوكي. ما حد ذكر من الشباب او اساء لا بالهمس او باللمس او صراحه زين بانه نادي الاتفاق كان متعمد انه يستبسل امام الشباب، وهو حق من حقوقه انه يحافظ على تاريخه طبعا، لانه الهزيمه راح تسجل في التاريخ هزيمه، فهو من حقه. الان اقول لك من حقه، ما حد زعل. احنا لو زعلنا احنا ما استطعنا نفوز، وليس انهم ليش متعادلوا معنا. هذه لغه يمكن انت بخص فيها وانت اللي تدعي عنها. انت تدعي عنها والله ما تعرف في الشيء هذا. الاهلي والاتحاد ايضا طيب. ما سمعنا هلاوي طلع قال الاهلي الاتحاد يعني كان لعب بسونيه. لا في هذه نقطه على السطر خالد، نقطه على السطر طارق. انا برجع في هذا الكلام بقول هو ذكر انه كلام كنعان الكنعاني مو بالكنعان عشان ما تعرف اسمه ولا تعرفه زين، اسمه كنعان الكنعاني. كنعان نعم الكنعاني خلاص ما تعرف اسمه، معناه اني اشك في كلامك واشك في نقلك. هذا اول شيء. الشيء الثاني تلفون درون حول صله القرابه زين بالاستاذ خالد البلطان. ابى اقول لك شيء يا استاذ خالد، انا افتخر واتشرف واعيد المره المليون وانا عارف داخل نفسك انك تتمنى ان يكون وضعك مثل وضعه وان يكون لك خال مثل خالد البلطان. والله أنا عندي 10 خلان ما محتاج خلان. انا ما ادري، ما انا منك، يمكن ثقافتك التلنديه تختلف عني. لا استاذ خالد شخصيا على ثقافتك التلنديه تختلف عني. لو خالد البلطان خالد زين. الشيء الثاني بدافع عنه. لا وش غلط؟ عندي خلان كفايه. لو لم يكن خالد البلطان خالك لما وصلت لرئاسه المركز الاعلامي في الشباب. لا اقول لك شيء. لحظه اقول لك شيء. انا جاني عرض يا اخوي. ما هو نقاش. عفوا خالد. يا خالد مشكله. اما عفوا شوف يا ابو عبد الله طارق، انا اللي بتكلم. اما ان تكون يا خالد يا سلام في مستوى يا خالد اسمعني يا خالد زين. اما ان تكون في مستوى هذا الرد والاخذ
بينك وبينك. يا سلام، على كل حلقة اطلع مظلوم يا ولا لا انت على العين والراس يا خالد، ولن اسمح لاحد يتجاوز عليك، لن اسمح. عندي خلان كفايه وصخر. قول له هذا الكلام، ما احتاج خلان. قول له هذا الكلام، بس لا تقول كلام اطفال رجاء. اوكي يلا خلاص التزم الصمت. طارق ادخل في الموضوع مباشره. دخلت في الموضوع والله، انا ارد عليك الان. كنعان الكنعاني ايش فيه؟ انتهينا. هو ما يعرف اسمه اصلا، عشان كذا انا اتجاه له. بالك مع الاسم كنعان. مساله 1400 انا قلت معدل الحضور 1400، بس بذكرك ارجع لاحصائيات مباراه هجر والشباب وهجر والاهلي، كان حضور مباراه هجر والشباب اكثر من الاهلي. وانا اشهد مباراه الاتفاق ضربت اروع المثل في جمهور الشباب. كمل. خلصت لازم يعني صارخ. لا خلاص خلينا والله خير الكلام ما قل ودل. ابو فهد